صباح الفل او مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتتفرج فيه عليا. انتهت ماتشات العودة في دوري ابطال اوروبا في دور ربع النهائي بفوز ريال مدريد على حساب تشيلسي بهدفين دون مقابل، وفوز البيج ميلان على نابولي بمجموع الماتشين بهدفين دون مقابل، علشان كده ده يبقى الفوز الثاني للميلان على التوالي قصاد نابولي. وتأهل السيتي على حساب بايرن ميونخ بعد ما فاز عليه في ملعب الاتحاد والتعادل على ملعب أليانز أرينا بهدف لكل منهما، علشان يبقى دي المرة التانية على التوالي اللي يلعب فيها مانشستر سيتي ريال مدريد. وكمان تأهل الإنتر على حساب بنفيكا بعد ما تعادل معاه 3-3 في ماتش العودة في البرتغال، وفوز الإنتر في إيطاليا بهدفين مقابل لهدف علشان يروح يلعب الميج ميلان في نصف النهائي. ده بايرن ميونخ. ولكن قبل ما نبدا كده هطرح عليك سؤال وهقول لك وجهة نظري بكل صراحة، وتقبل وجهة نظري او ترفضها حاجة ترجع لك، وانا بقول وجهة نظري في الاخر. هل رحيل ناجلزمان عن بايرن ميونخ هو السبب الرئيسي في خروج بايرن ميونخ من دوري الابطال؟ في وجهة نظري هي لا. اولا البايرن خسران من غلطات دفاعية، وده شيء وارد في الكورة، والماتشات الكبيرة اللي زي كده بتخلص من استغلال اخطاء الخصم. وعريس الليلة هو كان اوبا ماجواير. لا مش ده. الله، وانا مالي يا لمبي؟ لا، اوباميكانو هو اللي خسرك في ماتش الذهاب وصعب عليك ماتش العودة. وانا اصلا توقعت في ماتش العودة ان اصلا توخيل مش هيلاعب اوباميكانو في ماتش العودة، ولكن توخيل كان عنده وجهة نظر ان هو هيبدأ باوباميكانو ويديله الثقة تاني علشان ما يقضيش عليه تماما. وبرضه اوباميكانو عمل اخطاء كارثيه النهارده. انا مش هتكلم عن غلطه الهدف لان الزحلقه ده شيء وارد في الكوره، ولكن هو غلط من بدايه الهدف من ناحيه ان هو قدر انه يرجع لورا وساب مساحه لهالاند يستلم فيها براحته. تاني مشكله وهي ان البايرن بيوصل كتير للمرمى بس مش قادر ان هو ينهي الفرص ويترجمها لاهداف. والمشكله دي اصلا كانت موجوده في ايام فتره ناجلزمان، وسببها هي ان الاداره اصلا ما قدرتش انها تعوض رحيل ليفاندوسكي. هترد عليا انت وتقول لي ما راح جاب ساديو ماني يا عم من ليفربول. هقول لك ان ساديو ماني اصلا ما بيلعبش مهاجم صريح صرف. هتقول لي ازاي ما كان بيلعب في الليفر وكان ماشي حلو؟ هقول لك ببساطه ان طريقه لعبه في الليفر كانت مختلفه تماما عن طريقه لعبه دلوقتي اللي بيلعبها في البايرن. من ناحيه المهام المطلوبه منه كانت في الليفر غير المهام المطلوبه منه في البايرن. تالت حاجه وهي ان توخيل بدأ بكانسيلو على حساب الفونسو ديفيز، مع ان الفونسو ديفيز لما نزل عمل شكل هجومي اخطر من كانسيلو، ولكن في النهايه تأهل من استحق. اما البيج ميلان فبيفوز على نابولي على ملعب دييجو ارماندو مارادونا للمره الثانيه على التوالي بنفس الطريقه وبنفس السيناريو. ستيفانو بيولي ببساطه عمل اللي هو عايزه في الماتش، ساب الاستحواذ كله لنابولي 74% مقابل 26%، وقفل هو ورا علشان يلعب هو على المرتدات اللي لدغ بيها نابولي. الكل عارف ان نابولي قوته كلها في خط هجومه، وانه اصلا ما بيعرفش يدافع كويس، عشان كده هو على طول كل لعبه هجوم صرف. فالميلان يعمل ايه بقى؟ يروح قافل على كفاراتسخيليا وما يخلوش يتحط في 1 على 1، ويعمل زحمه في ال18 علشان ما يسيبش مساحه لفيكتور اوسيمين يقدر يستغلها عشان يسجل بيها هدف. المشكله بقى هتيجي في ايه؟ ان سباليتي اصلا ما اتعلمش من الخسارتين اللي خسرهم قبل كده، برضه مصمم يلعب بنفس الطريقه. حتى ما فكرش مثلا اثناء المباراه ان هو مثلا ياخد كفاراتسخيليا يحطه قلب هجوم ويجيب اوسيمين يطلعه بره على الطرف ويشوف هل ممكن يحصل لخبطه في خط الدفاع ولا لا، بدل ما كانت الدنيا مقفولة على كفاراتسخيليا على طول ممسوك ومراقب ب2 عليه وهو واحد، فكل ما يعتمد على الحلول الفردية فبتتقطع منه الكورة. أو حتى ينقل كفاراتسخيليا ناحية ثيو هرنانديز ويشوف ايه اللي ممكن يحصل طالما كده اصلا الدنيا مقفوله عليه الناحيه التانية. غير كمان برضو ان نابولي ما قدرش يستغل الكرات الثابته اللي جات له 16 ضربه ركنيه وما قدرش يستغل ولا واحده حتى عشان يقدر يسجل بيها جول. ولكن في الدقيقه 82 نابولي بيجي له ضربه جزاء وقلنا خلاص الماتش هيتقلب والدنيا هتولع واخر ربع ساعه في الماتش هتتحول لمتعه كرويه، بعد ما الكوره اصطدمت في يد توموري بيخش كفاراتسخيليا عشان يلعب ضربه الجزاء، ولكن بيضيعها ويصدها ماينان. وفي الوقت البدل ضائع بيسجل اوسيمين الهدف التعادل في الدقيقه 93، ولكن بتنتهي المباراه بفوز البيج ميلان بهدفين مقابل هدف في مجموع الماتشين، ويصعد لدور نصف النهائي منذ 2007 علشان يلاعب جاره الانتر ميلان. وهنستنى بقى نصف النهائي اللي هيتلعب ما بين السيتي والريال علشان نشوف بقى معركة الأخذ بالطار، والناحية التانية هيكون درب الغضب.